مشروع اليوم شاورما دجاج على الفحم اللي راح يسويه والله راح يصير ترند، بس باعوا لي الشكل. هسه تقولوا لي ليش سويته بالشيش؟ اول شيء ما راح تحتاجون خلفه يشد لكم الشيش، ما راح يصير عندكم اي تلفيات، ولا راح ينشف عندكم الشيش، ولا راح تروح تتبيلته، راح يصير على الفحم وفكره جديده وتخبل. بنفس الوقت راح تقدرون تبيعون من عنده سندويتشات، وراح تقدرون تبيعون من عنده اطباق. تسوي هيجي شاورما دجاج على الفحم، تابع الفيديو. وصفه اليوم برعايه شركه امريكان جاردن. حتى نسوي هيجي شاورما الدجاج على الفحم لازم يراد لنا صدر عراقي فريش. اقطع الصدر بالنص وبعدين القطعة اشرحها بالنص بحيث تصير بهذا الثخن، واسويهن كلهن بنفس الشكل على مود من نشيشها ما تطلع واحدة زايدة عن الاخ. ومن نريد نسوي التتبيلة مالتها جبت لبن مدخن وحطيت 3 خواشيق لبن مدخن وخاشوقة هيل وخاشوقة زنجبيل وخاشوقتين ملح وخاشوقة فلفل ابيض، وجبت برتقالتين عصرتهن وياها ليمونتين وحطيتها وياها، وحطيت ربع شيشة راشي، وحطيت وياها استكان خلط تفاح، ونغمس شريحة بالصلصة ونطلعها ونصفطها بالصينية واحدة فوق الأخ. وأبد ما تخبطوها بيدكم، تبقى هيك عاود ما تتكسر مالتكم الشرايح مال الدجاج. وجبت ليا وقطعتها بنفس الطريقة مال الدجاج، وححط لها بس ملح وعوفة على صفحة. حتى نسوي الصلصة مالتنا المميزة استعملنا منتجات امريكان جاردن. جبنا المنتجات مالتها اللي هي المايونيز والكاتشب والباربيكيو والخردل. حطيت عصرتين مايونيز، عصرتين كاتشب، عصرة باربيكيو، عصرة خردل، وحطيت وياها عسل وخاشوقة كمون وخاشوقة فلفل اسود وخاشوقة ثوم باودر، وحطيت شوية خلط تفاح وخبطتها كل زين والملح. هاي الصلصة اللي حتغير النكهة التقليدية بالسندويتشات مع الشاورما اللي هي الثومية. سويناها صلصة مدخنة على حلوة على شوية حارة تجنن. طريقة التشيش كل 4 قطع دجاج قطعة لية وتصير بهذا الشكل. هسه نعلق الفحم بالطريقة اللي علمناك اياها بالفيديو الاول، اللي هي نحط كيساية بيها زيت بنص الفحم وشوية يشتغل عندك كل الفحم. وراه لازم يصير كله جمر وما بي اي نار، ونظل نقلبه بشكل مستمر شوية، والريحة والدخان تخبل. وهنا نستوى عندنا الوجه ونزلناه. كل ما يستوي عندنا الوجه ننزله. مدة الاستواء بالضبط كانت ربع ساعة للشيش الواحد. هاي الطريقة تقدرون تسوون من عندها سندويتشات، وتقدرون من عندها تسوون أطباق، وتقدرون تسوون من عندها مثلا فنجر بالشاورما وهالسوالف. هسه حطينا الصوص مالتنا سويناه على عيش وخلينا فنجر ومخلل وكمية زينة من الشاورما. وهسه نلف الصاجية على راحتنا، وراح نزينها بشوية دبس رمان ونكثر الصوص مالتنا. الطعم يا اخوان صار يخبل، لان الصوص نعطي طعم للشاورما الى بعد ثاني. شباب انصح الكل بهذا المشروع، مشروع ما يكلف ويخبل وراح يصير ترند. انا الشيف علي ربيعة، وانتظروني بوصفة جديدة.